اهلا بيكم في فيديو جديد، وكل ما تشوف فيديو ليا هتقول لي هل من مزيد، وانا عشان بحبك هقول لك اكيد. فيلمنا النهارده بيبتدي بديناصور اسمه هنري، وهو ومراته عايشين في بيت وبيزرعوا ارضهم اللي قدامهم. بيبقوا مستنيين البيض بتاعهم علشان يفقس علشان يشوفوا ولادهم، وبيكون في بيضة اكبر من التانيين بكتير. وفي يوم البيض بيفقس ومراته بتنادي عليه علشان يشوف ولاده وهم بيخرجوا للدنيا، وبيلاقي ان هم خلفوا بنت وسموها ليبي، وولد وسموه باق. بس في واحد فيهم صغير جدا وخايف يخرج من البيضة. باباه بيساعده علشان يخرج وبيسميه أرلو. بتكبر الديناصورات وهم بيساعدوا أهلهم في الزراعة، وكل واحد من التلاتة في حاجة بتميزه. باك كان قوي وبيشتغل معاهم في المزرعة، وليبي كانت شقية وبتعمل فيهم مقالب. أما أرلو كان بيخاف من أي حاجة وجبان، وكل مهمته إنه يأكل الطيور، بس بيخاف منهم وبيجروا وراه. وقبل ما يقع في النهر أبوه بيلحقه ويقول له دول مش حاجة يتخاف منها، وكمان هم مش بيهاجموه. وهنري بينجح يجمع كمية كبيرة من الأكل علشان الشتاء، وبيعمل علامة برجله هو ومراته على صومعة الأكل، وبيقول لولاده إنهم في يوم هيعملوا إنجاز كبير زيه ويحط علامتهم عليه. وبتمر الأيام وبينجح باك وليبي إنهم يعملوا الإنجاز دون ويحطوا علامتهم على الصومعة زيه، علشان طبعا شغلهم في المزرعة، عكس أرل أخوهم اللي كان بيخاف من الطيور ومقدرش يعمل أي إنجاز يعمل بيه العلامة دي. فبيزعل من نفسه وبيتضايق وبيقرر إن هو يتغلب على الخوف ده. بس لما بيدخل على الطيور متحمس بيلاقي إن أخوه واقع على الأرض، وبيقنعه إنه بيموت بسبب إن الطيور هجمت عليه، وبيعمل فيه مقلب وبيضحك عليه وبيقول له إن هو جبان. أرلو بيزعل وبيتضايق منه وبيقول له إن هو مش جبان، وهو مش مهتم كمان بالعلامات اللي هم بيعملوها دي. بيقرر الأب إن هو يعالج المشكلة اللي عند ابنه، وبيصحيه بالليل وبياخده لمكان بعيد. بيطلب منه إن هو يروح لآخر المزرعة لوحده، بس أرلو بيكون خايف وبيلاقي حشرة صغيرة قدامه فبيخاف منها. وفجأة بيلاقيها إن هي بتنور وبتطير بعيد عنه، وأبوه بينصحه إن هو يتحدى خوفه علشان يشوف الجانب الحلو من الحياة. الحشرات اللي بتنور دي بتحوطهم من كل مكان. أرلو كان بيحاول إن هو يكسر حاجز الخوف ده ويلعب معاهم. تاني يوم هنري بيكتشف إن خزين الأكل بتاعهم اتسرق من مخلوقات متوحشة، وبيقول لأرلو لو فضلوا يسرقوا المحصول مش هيلاقوا أكل في الشتاء وهيموتوا من الجوع. وبيطلب منه إن هو يدور عليهم ويمسكهم، وبيعلمه ازاي يعمل فخ، وبيقول له لو قدر يمسكهم بيه هيحطوا علامة ليه على الصومعة بتاعتهم. أرلو بيفضل يحرس الصومعة لغاية لما بيلاقي الفخ عمل صوت، فبيروح على هناك بس كان خايف، متوقع ان هو يلاقي المخلوقات المخيفة اللي بتسرق أكلهم، بس بيلاقي طفل صغير هو اللي في الفخ. كان بيحاول يخرج وأرلو كان خايف منه لغاية لما الولد بيتعب، فبيقرر ان هو يخرجه من الفخ. بيقرب الطفل منه لما بيلاقيه خايف، وبيهرب لما بيسمع صوت ابوه من بعيد، وبيجي يزعله علشان ساب الطفل يهرب منه، وبيقول له انه لازم يتحدى الخوف اللي عنده ده بقى. وهنري بيتتبع اثار رجلين الطفل في الطين وسط المطر، وارلو بيكون خايف ان هما ما يرجعوش لبيتهم تاني. هنري بيقول له انه مادام ماشي جنب النهر مش هيتوه عن البيت، وانهم لازم يلاقوا الطفل ده بسرعه قبل ما المطر يمسح الاثار بتاع رجليه. بيتعب ارلو من المشي ويقع ورجله بتتعور، وابوه بيعتذر له علشان ضغط عليه كتير علشان يتغلب على الخوف ده، وبيقول له ان هما هيرجعوا البيت تاني، بس بتحصل عاصفه قويه وميه النهر بتزيد، وهنري بيرفع ابنه فوق الصخور بس ما بيلحقش ان هو يطلع وراه والميه بتغرقه. في يوم امه بتتعب وهي بتشتغل في المزرعه، وبتطلب من أرلو إن هو ينجز شغل أكتر لأنهم لو ما خلصوش قبل موسم التلج مش هيلاقوا أكل في الشتاء. وبتقول له إن هي عارفة إن الحياة صعبة من غير أبوه، بس لازم يحاول على قد ما يقدر، وبتحاول إن هي تطمنه. هو بيقول لها إن مش هيسمح إن ده يحصل وإن هما يجوعوا. وفي يوم أرلو بيلاقي الطفل في الصومعة وبيهجم عليه وبيجري وراه، وبيتهمه إن هو السبب في موت أبوه، وبيبقى عايز يقتله بس بيقع في المية والمية بتسحبه بعيد. وبيلاقي نفسه في مكان ما يعرفوش ومش قادر يتحرك من مكانه، وبيحاول يقف وينادي على امه بس بيكون بعيد عنها. بيحاول يطلع من النهر من فوق الصخور بس بيقع، وبيلاقي الطفل تاني فوق، وبيقرر ان هو يطلع ويقتله، بس لما بيقرب منه بيخاف وبيطلب منه ان هو يبعد عنه، والطفل بيجري بعيد. أرلو بيستكشف المكان اللي هو فيه بس ما بيعرفش هو فين، وبيفتكر كلام ابوه وهو انه لو فضل جنب النهر اكيد هيوصل للبيت. بيمشي جنب النهر علشان يوصل، وهو في الطريق بيجرب يطلع على شجرة علشان ياكل منها، بس بيقع على الارض ورجله بتتزنق بين صخرتين، وبيحاول ان هو يخلص نفسه بس ما بيعرفش. بيفضل يتألم ويعيط لغاية لما بينام، والنهار بيطلع، بس لما بيصحى بيلاقي حد حفر الارض علشان يعرف يخرج رجله. بيرجع يكمل طريقه والمطر بينزل عليه، وبيجمع اغصان الشجر علشان يحميه من المطر. بيسمع صوت جاي عليه فبيلاقي الطفل الصغير جايب له حشرة بيحطها قدامه علشان ياكلها. أرلو بيزعق له فبيروح يجيب له واحدة تانية فبيرميها بعيد. الطفل بيرجع له بالتوت اللي كان على الشجرة ويحطه قدامه فبياكل منه وطعمه بيعجبه. بيطلب من الطفل يعرفه مكان الشجرة دي، وبياخده يوريها له ويطلعوا على حف الجبل.
وفعلا بيوصلوا للشجرة، بس الطفل كان بيمنعه ان هو ياخد منها، بس ارلو ما بيسمعش الكلام وبيروح علشان ياكل منها. فبيطلع تعبان ضخم وبيهجم عليه ويوقعه من فوق الجبل، والتعبان بيروح علشان يهجم عليه، بس الطفل بيهجم عليه ويهزمه. وفجأة بيسمع صوت حد بيقول له ان كان بيراقبه وفاكر ان هو هيموت، بس الطفل انقذه. وبيلاقي طالع له ديناصور ضخم ومعاه حيوانات كتير، وبيقول له ان الطفل ده هيفضل معاه يحميه. ارلو بيفرح وبيقرر ان هو يسميه اثبت ويخليه معاه، وبيطلب منه يحافظ على الطفل وما يخسروش علشان هو اللي بيحميه. وبيمشي هو والطفل سوا وبيروحوا يلعبوا مع السناجب، بس ارلو بيخاف منها وبيقع في الميه. الطفل بينزل وراه علشان يعلمه ازاي يعوم في الميه وما يغرقش، وبينجح فعلا ان هو يتعلم. بالليل بيشوف حشرة بتنور فبيفتكر ابوه، وبيقرر يعمل مع الطفل زي ما ابوه كان بيعمل معاه، وبيلعبوا مع الحشرات اللي بتنور. وهما بيلعبوا بيقول له ان عيلته وحشته. الطفل ما كانش فاهم كلامه، وهو كان بيحاول يفهمه بطريقة تانية ويفهمه معنى كلمة عيلة. الطفل بيحضنه وبيطبطب عليه وبيناموا لحد ما النهار يطلع. بتيجي عاصفة قوية بتخليهم مش عارفين يمشوا، وارلو بيطلب من الطفل ان هم يقفوا يحموا نفسهم في اي مكان. بيفتكر اللي حصل لباباه فبيخاف وبيجري بعيد علشان يستخبى لحد ما العاصفة دي تخلص. الطفل بيدور عليه وبيلاقيه واقع تحت شجرة، وخايف اكتر لما ما بيلاقيش نهر، وبيحس ان هو كده مش هيعرف يرجع البيت تاني. بيشوف شوية طيور وبيسأل عليهم على العنوان بتاع بيته علشان يعرف يوصل تاني. الطائر بيقول له ان الطريق للمكان ده بعيد وصعب يوصل له، بس هو هيعرفه يروح ازاي بس لما يساعدوا الحيوانات اللي في الغابة، ويقول له ان هم يستنوا يطمنوا على الحيوانات وبعد كده هيوري له الطريق. وبيقرر يساعدهم علشان ينقذوا الحيوانات، بس بيلاقي ان الطيور دي متوحشة وبتاكل الحيوانات. بيخاف الطفل وبيستخبى، وارلو كمان بيخاف وبيحاول ان هو يبعد عنهم، بس الطيور بتحاوطه. بيحاولوا يهربوا منهم لحد لما بيحصلوهم وبيهجموا عليهم. بيلاقي ارلو 2 من الديناصورات بيدافعوا عنهم وبيتخلصوا من الطيور. ارلو بيعرفهم ان هو تايه وبيطلب منهم ان هم يساعدوه علشان يوصل للبيت، بس بيلاقي ديناصور تالت بيقولوا ان هم مش فاضيين لان هم كمان تايهين وبيدوروا على القطيع بتاعهم. فبيقول لهم انه بيقدر يشم الروائح كويس وان هو ممكن يساعدهم يوصلوا للقطيع، وده مقابل ان هم يساعدوه يرجع البيت. بينجح يوصلهم لطريق القطيع، بس بيلاقوا حيوان مقتول قدامهم وبيعرفوا ان الصيادين موجودين. بيجروا يهربوا، والديناصور الكبير بيطلب منه ان هو يروح في صخرة وسط التيران ويصوت بصوت عالي وهم هيهجموا على الصيادين. وبيروح ارلو عند الصخرة، بس فجأة بتظهر مجموعة من الحيوانات المفترسة وارلو بيخاف منها، والديناصورات الكبيرة بتهجم عليه. التيران بيجروا بسرعة ومعاهم ارلو والطفل وبيستخبوا ورا الصخرة. ارلو بيشوف الحيوانات المفترسة اتلمت على واحد من الديناصورات وهتقتله، فبيقرر ان هو يروح يساعده، وفعلا بيقدر ينقذه. والحيوانات بتجري بعيد وبتخاف من الديناصورات، وبيجروا مع التيران وبيهربوا. وبالليل بيقعدوا حوالين نار، والديناصورات الكبيرة بتشكر ارلو علشان شجاعته. ارلو بيلاقي نفسه متعور، والديناصورات بتقول له ان دي علامة من علامات الشجاعة، وان كل الديناصورات الشجاعة عندهم علامات كتير زي دي على جسمهم. وبيبتدوا يحكي له قصص العلامات اللي في جسمهم، ويقول لهم الديناصور الكبير قصته، وهي ان مجموعة من التماسيح هجمت عليه، فقرر ان هو يواجههم وما يستسلمش للموت. هاجموه بس هو قدر يهزمهم، بس اتصاب العلامة بتاعته دي وهي سنة مكسورة من سنانه. بيبتدي التلج ينزل، وارلو بيقول لهم ان هو لازم يوصل لبيته بسرعة علشان مامته واخواته محتاجينه، وهم بيوعدوه ان هم يوصلوه بس لما النهار يطلع. وبالنهار بيلاقي التيران وهم بيتحركوا، وبيشوف ارلو الجبل اللي بيتهم عنده. بيودع القطيع وبيشكر الديناصورات ان هم ساعدوه، وبيجري ناحية البيت، بس قبل ما يوصل السما بتمطر، وبيلاقي قدامهم الطيور المتوحشة وبتهجم عليهم تاني، وبيحاولوا ان هم ياخدوا منه الطفل. بيقع ارلو من فوق الصخرة، والطيور بتاخد الطفل وبيهربوا. ارلو بيتخيل ان ابوه عايش، وبيقول ان هو لازم ينقذ الطفل لانه بيحبه. وبيفوق ويعرف ان كان بيتهيأ له، وبيقرر ان هو يروح يساعد الطفل وما بيخافش من الطيور المتوحشة. بيهجم على الطيور بس بيشدوه بعيد، والشجرة بتقع عليهم وتحدفهم في المية. ارلو بيعمل صوت ديناصور ضخم يخوف الطائر اللي كان عايز ياكل الطفل ويطيره بعيد. بيجي الفيضان بتاع النهر، وارلو بيجري بسرعة علشان ينقذ الطفل قبل ما المية تسحبه بعيد. وبيعوم لغاية عنده وبيمسكه، بس بيقع من فوق الشلال، وبيقدر ينقذ الطفل وياخده بره المية. وبيكملوا طريقهم لحد ما بيلاقوا اهل الطفل فجأة قدامهم، ومش مصدقين ان ابنهم رجع لهم بعد ما كان تايه. بيفرح الطفل جدا، وارلو بيودعه وبيكون زعلان على فراقه، بس بيسيبه مع اهله. وبيكمل طريقه ويوصل لمامته واخواته اللي بيجروا عليه وبيحضنوه، وكانوا فرحانين جدا انه رجع لهم تاني. لما وصلت لنهاية فيلمنا يبقى حبيتنا ولازم تشترك عندنا، وعيلة في كلمة ونص هتزيد بيك 1. وما تنساش تفعل الجرس علشان يظهر لك الفيديوهات بتاعتنا أول بأول.